ازيكم عاملين ايه؟ النهارده الفيديو ده عن الاطفال اللي عندهم زياده في الثقه بالنفس. الاهالي بتقول لي والله انا طفلي مثلا حاسس ان الكوره دي حياته، وان هو هيضيع كل حاجه في الدنيا عشان الكوره حياته، وبنتي حاسه ان هي فنانه ودي حياتها وخلاص هتبقى يعني المهنه بتاعتها الفن. بس في الحقيقي بنيه ابني الجسديه وطريقته في اللعب اقل من المتوسط، وجسمانيا اصلا ما ينفعش يكمل في الحكايه دي، وبنتي ذوقها وحش، يعني مهما عملت ذوقها ما بيعجبنيش وما بيعجبش الناس ولا بيعجب الناس اللي في سنها، ذوقها وحش. اعمل ايه؟ الاباء والامهات بيبقوا شويه قلقانين، لان هو لو قال لطفله كده ابنه هيحس او بنته هتحس ايه ده، انت مش معانا، انت مش بتحبنا، ممكن يعمل لهم صدمه، ممكن الاسلوب يبقى مش حلو. في نفس الوقت لو سابهم هو كده هيضيعوا حياتهم وهم مش هيكملوا في الحاجه دي. طب نعمل ايه بقى؟ انا كاتبه كده كل حاجه وهقول لكم بالظبط نعمل ايه. اول حاجه لازم اسمع ابني وبنتي، لازم اسمعهم كويس قوي واعرف الدافع، هل الدافع داخلي يعني هم بيحبوا كده فعلا، ولا الدافع خارجي علشان يبقوا محبوبين، علشان مثلا الولد البنات كلها تبقى حواليه، ولا مثلا اصحابهم كلهم بيحبوا نفس الحاجه فهم مع الهوجه كده بيحب نفس الحاجه مع اصحابه. لازم اعرف كويس قوي الدافع داخلي ولا خارجي. طيب تاني حاجه، لازم اتقبل ابني وبنتي، لازم اتقبل من جوايا، ابقى متقبله، لان لو انا مش متقبله هيبان على وشي وهيبان على لو ما اتكلمتش حتى هيبان من طريقتي ان انا مش متقبلاهم وهم هيحسوا بكده. فلازم ابقى متقبله اللي هم بيقولوه وحاسه باللي هم يعني بيحبوه. لازم التقبل مهم جدا. طيب ثالث حاجه مهم جدا ان انا اتكلم معاهم على الضغوطات اللي ممكن يتعرضوا لها، لان اكيد علشان مستواهم قليل فعلا وانا شايفه كده اكيد هيتعرضوا للتنمر، حد هيقول لهم كلمه بتاع، فلازم اتكلم معاهم كتير على ان في ممكن انواع مختلفه من الضغوطات تحصل لهم، علشان لو حصلت لهم يقدروا ييجوا ويعبروا عن نفسهم وما يحصل لهمش بقى مشاكل نفسية. يبقى كل حاجة يقدروا يجولي ويعبروا بطريقة آمنة وبطريقة فيها سلامة نفسية، وهم بيتكلموا معايا على كل حاجة هم بيتعرضوا لها بره. طيب لو انا بقى لقيت طفلي ابني او بنتي قاعدين بيتريقوا على فلان ان هو مثلا بيلعب وحش في الكورة او ذوقها وحش او كده، لو لقيت فيه تريقة ابتدي افهمهم بطريقة لطيفة ان الناس قدراتهم مختلفة، واهم حاجة ان الواحد يحاول، مش اهم حاجة خالص ان الواحد يوصل، يعني المحاولة دي اهم حاجة، والمفروض الواحد يحترم القدرات الاخرين ويحترم ان هم بيبذلوا مجهود وبيحاولوا. طيب مهم جدا ان انا اوسع افقهم واخليهم يجربوا حاجات تانية كتير، لان كل ما هم يتعرضوا لتجارب مختلفة كل ما هم هيحسوا فعلا بامكانياتهم، ويحسوا ان هم ممكن والله لو ما نجحوش في كذا ينجحوا في كذا. فكده لو بقى اتقال لهم لا انتوا فعلا مش هينفعوا، مثلا مش هينفع تكملوا في الكورة، مش هينفع تكملوا في الفن وهكذا، ما يتعرضوش لأزمة نفسية، لا يبقى جرب حاجات كتير وقدامه ان لا ده انا جربت كذا فعجبني فممكن اكمل في سكة تانية. فالاختيار نفسه بيخليه نفسيا مؤهل لحاجة زي كده. طيب مهم جدا كمان ان انا لو لقيت ابني شغوف مثلا بالكورة او كده، لازم اقعد معاه ونبتدي نشوف الناس المشهورين في المجال ده بيعملوا ايه، يعني هما لما بيصحوا من النوم بيعملوا ايه، هل بيصحوا من النوم في اي وقت ولا كل يوم في نفس الوقت، ايه طبيعة الروتين اليومي بتاعهم، علشان يحسوا ان اي نجاح بيتطلب حاجات لازم تتعمل يوميا، مش بس اللعب، مش بس ان هو يجيب يكسب في الماتش، مش بس، لازم حاجات يومية بيعملها الواحد علشان ينجح.
لازم يبقى عند طفلي مثل اعلى، يعني مثلا اشوف باباه، اشوف خاله، اشوف جده، لازم اعزز عنده فكرة ان ده مثلك الاعلى، ان ده شخصية لازم نلجأ لها في الحوار، لازم اتكلم معاه كتير، لازم احببه في المثل الاعلى ده. مش لازم المثل الاعلى يبقى باباه ومامته بس، ممكن يبقى حد مقرب في العيلة، علشان لو حاجة حصلت ممكن طفلي يبقى مش عايز يجي يتكلم معايا او مكسوف او محرج، يروح للشخص ده اللي هو من العيلة برضو او من المعارف، يروح ويلجأ له ويتكلم معاه ويتناقش معاه ويتحاور في كل حاجة هو عايزها. بكده انا ببني الصحة النفسية والمناعة النفسية لطفلي، ومش بس بخليه ان هو عنده ثقة بنفسه، لا بعلمه وبوجهه بطريقة لطيفة ان عادي ان الواحد يجرب، وبالعكس انا مبسوطة منك ان انت بتحاول وعارف قدراتك وبتحترم قدرات الغير، وعادي جدا ان احنا نفشل في حاجة وننجح في حاجة تانية، واهم حاجة ان انا اجرب واحاول وعلى طول ابقى ماشية في المسار الصحيح ومبسوطة كمان بحياتي.